ضعيف، هو تمثيله ضعيف، مجرد نبذ عن يخرب بيت البنود. دخلت لقيت ان الناس كلها مظلومه، حرقتها تعيط جدعان. ايه المسلسل ده مستحيل نتفرج على مسلسل احلى من كده. مش مين بس الدنيا دي انسوا العالم. ادخل فيه. ميه تحفه. احنا جايين بالميه بتاعتنا عشان هنتكلم كتير وهنرغي كتير قوي. بتاعت هنا يا جماعه فيها من ورا الكاميرا بالي ده بكرش. حضروا لي ودنكم وحضروا لي مشروبكم، لان النهارده هنتكلم عن حاجه انا بحبها، محبوبه الجمال، محبوبه البنات. النهارده هنتكلم في موضوع مهم جدا جدا، وهو مسلسلات كوري. مسلسلاتنا وافلامنا المفضله اللي اتفرجنا عليها السنه دي. حضرت معايا يا بنات ان احنا ما كناش بنكتب، ما كناش مهتمين واحنا هنعمل فيديو. لا مش هنعمل فيديو اكيد، بس بعد الخبره الكبيره اللي اخدناها بالمسلسلات والافلام الكوري واللي حرفيا حلبناها. اول مره اتفرج على كوري في حياتي كده. اول حاجه اتفرجت عليها كوري كانت ايه؟ قبل مرحة. المسلسل ده احلى مسلسلات. مسلسلي المفضل. فككم من كل اللي احنا كاتبينه ده. قبل مرحب قسمنا المسلسلات الكوريه لثلاثه كاتيجوريز. الرعب اخر حاجه ولا هنبتدي بيها؟ اخر حاجه عشان تحمسوا الرعب في الاخر. خلينا نبتدي باللي كله بيحبه، رومانتيك كوميدي، الحاجات الخفيفه اللذيذه. كلنا بنتفرج على الكوري عشان الرومانسيه بتاعتهم تافهه علينا. لا مش بتفرج عليه عشان كده، بتفرج عليه عشان بيضحك. اول حاجه عندنا التوب اوف ذا ليست كلها مسلسل فاميلي باي تشويس. يعني ده اللي يكسب احلى مسلسل اتعمل كوري السنه دي. بصراحه اتفرجنا عليه في وقته. يعني دلوقتي اوعوا تتفرجوا عليه، لو انتوا عندكم دلوقتي الدنيا حر اوعوا تتفرجوا عليه، استنوا لحد ما الشتا يخش، كوبايه هوت شوكليت وانسوا الدنيا بالليل، انسوا العالم. طبعا كل حاجه، الجو العائلي، جو كوميدي، جو الحاجه الدفء. الحاجه الوحيده اللي بتتلخص فيه المسلسل ده الدفء. 10 من 10 مليون كمان من 10. تاني حاجه عندنا لافلي رانر، وبصراحه كل المسلسلات دي لافلي رانر من اقلهم. دي كانت متخيله لا مش الدرجات دي، بتبقى على حسب الذوقيات. لافلي رانر كان الهبه حبيت السنه دي. حبيت السنه دي لافلي رانر. ما اتفرجنا عليه قلنا اوف مستحيل نتفرج على مسلسل احلى منه. اتفرجت بعديه على شويه مسلسلات قلت لافلي رانر ده قصته اصلا مسروقه بالنسبه للحاجات الجامده اللي احنا اتفرجنا عليها بعدها. كانت اقدم منه. المسلسل ده بقى اللي ممكن احكي عليه قصيده، ممكن اعيط جدعان. دلوقتي بسبب المسلسل ده. قالت لي المسلسل ده عياط ووحش صعب يعني وحلو قوي. قلت لها بصي ايه، انت ذوقك دايما بيبقى زي زي، فانا هتفرج عليه بس هشوف ايه كده. بصراحه طلع عندها حق. ايه ده ازاي المسلسل ده مش مشهور قوي؟ 25 انا اديله نمبر 1 بالنسبه لي. اتفرج عليه من غير ما تبقي عارفه النهايه. احنا معاهم يروحوا ويجوا تشوفي النهايه. بصراحه جامد. النهايه نهايه. اللي بعد كده عندنا لينك ووتر ميلون. بالنسبه لي توب. بقول لكم لافلي رانر من اجدادهم، بس بجد ما يجيش حاجه في قصتهم. لافلي رانر جامده ما فيهاش خلاف. ده حته كده كانت ممله. احنا في وقفه احداث، مش وقفه الاحداث. بنحب المسلسلات هي في الريتم الهادي احداثها توب. توينكلينج ووتر ميلون برضه تحسي بدفء الصحاب. اجواء. التاني دفء العائله، ده دفء الصحاب. فبجد و21 25 دي في الصحاب برضه. المسلسل اللي بعده بيجل. ده فيلم رومانتك. انا مش كاتبه فيلم. ده عارف الفيلم ده قالت لي يوم العياط. انهي ده ايه ده بتاع بيوم وسوق. هو اسمه كده؟ ما لازم تفتكر الحاجه لازم. دي صحابها يا جدعان قسما بالله هاتوا لها اوميجا 3 بالله عليكم. عندي بس بحطها على وشي عشان يبقى جلاوي. يا ريتك ليه؟ تفتح ده الفيلم ده برضو اي حرقت لي الحته الاخرانيه، قالت لي ان هو مش بلاش انا احرق لكم عشان تتفرجوا عليه. هو كفيلم الصراحه حلو بالنسبه لي، مش عياط عشان حرقت لي قصه جامده. قصه الصراحه جامده. لافلي رانر والله الاثنين بيوم وسوق اخدين القصه دي عاملين مسلسل وقالوا النهايه حلوه. فانتوا اتفرجوا عليه وقولوا لنا. بعد كده عندنا ترو بيوتي. ترو بيوتي ده احنا متفرجين عليه من قديم الازل على شاهد. انا ما اتفرجش عليه، نزل بعد كده على شاهد. قالت لي انا اتفرجت على مسلسل مش هيعجبك قوي. قلت لها ليه يا بنتي؟ قالت لي اصل البنت وحشه وبعد كده بقت حلوه ومش عارفه ايه والبطل لونه. فانا قلت لها لا طالما تشوفه هتفرج. بجد المسلسل ده جامد واخد حقه دلوقتي، لكن هو اصلا من زمان قوي. اتفرج عليه من بدري، اتفرج عليه بقى 3 سنين والله 4 سنين. اتفرجت عليه بعدها بعد ما اتفرجت عليه بسنه. بجد المسلسل ده توب بالنسبه لي، وبالذات الولد التاني اللي هو ظلم ده لما قعد جوه يا جدعان وقعد يعيط لما اتجوزوا. الحته دي وقعتي قلبي هنا بيم حرقتها. بس بيقولوا في جزء تاني بيعملوه. هو في جزء تاني صح ترو بيوتي صوروه، ويا رب اتمنى ان هي ما تتكلمش تشاونون. يا ريت تحب الولد التاني. الولد التاني بقى اللي هو بطل ايه؟ شاونون. بطل فاميلي باي تشويس. عشان كده المسلسل اللي بعده 3 بتاع البنات. انا مش فاكره والله العظيم بجد احداثه قوي. فاكره احداثه
حلو، انا فاكره ان هو كان حلو كان حلو قوي ومش معروف. النهايه لانها بيضحك لانه كوميدي فيها حماس وبنات شجعوا بعض يعني واصحاب وكده. فكلهم اتصاحبوا على بعض وبقوا شله بجد كان حلو وكله بنات جيرلي كده. المسلسل اللي بعده المسلسل ده انا اتفرجت عليه لوحدي ما اتفرجتش عليه معايا. زي ما قلت ايه ان هو مسلسل بالنسبه لي توب 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 بامب اب ذا هيلثي لاف. ده جديد اصلا لسه 2025. افتكرت لما احنا عرفنا ان الواد ده هو الكابتن. في اول مسلسل انا عملوا البطل ده انا عارفاه كده البطل ده معروفه، جبته من الضحكه. قالوا لي الواد ده انا عارفه، انا ده عارفاه. عمال نجيب ناس كتير قوي مره واحده وكيرو الولد اللي كان شعره كده شاب العصابات. تقولي ده والله هو. قلت لها اقسم ما تحلفيش بالله عشان ده مش هو، مستحيل يبقى هو. سرشت الاقي هو تاني. انا انصدمت، دخلت لقيت ان الناس كلها مصدومه. شكله سايكو قوي اصلا في وكيرو. هنا بقى شكله اللي هو كيوت هيحفزك للجيم، مضحك قوي مميت. اكتر مسلسل فيهم ضحك. انا هتفرج عليه. انا قلت لايه اتفرج عليه، في احداث كتير ومش ممل. بدأت بالمسلسل بكل حاجه برضه من التوب 3 برضه مش عارفه ازاي احط فين. في بعد كده ساعدوني بتاع البنت بتاعت ترو بيوتي، بتاع بطيخ متلقلق. احنا اتفرجنا عليه عشان البطل والبطله احنا عارفين مكان ممثلين الاثنين حلوين. بس المسلسل بصراحه مش احلى حاجه مش قوي. قصه المسلسل برضه حلوه. في الزمن القديم بيلعبوا مع بعض لعبه ومش عارفه ايه. ده اول مسلسل بس اللي احنا كاتبينها دي ده اقل حاجه فيها. المسلسل حلو ده كان تتخيلوا ان المسلسل حلو ده اقل حاجه فيه. بقى مش عاجبك؟ مش عاجبني قوي. ما كانش عاجب منظره وعجبني انا. منظر اللي ما هي منظر لازم تطلع قطط فطسه. اخر حاجه في الكاتيجوري دي فيلم مهنه قاسيه. الفيلم ده سيريس ضحك سيريس ضحك. ده ظباط. الفيلم ده جامد والله. لو عايزين حاجه تفرفش وتنعنش هو ده بجد. يلا على الاكشن. الجزء بتاع الاكشن اخر كلام مقال ده اللي فيه 5 مسلسلات. وكيرو الجزئين. المسلسل ده هو معمول عليه ضجه وكده مش محتاج ان احنا نتكلم عليه. توب مع ان البطل بجد احنا مش حابين. يخرب بيت البرود. لو البطل كان يتكلم كده وبياخد اصل ما جدعان معلش هو عامل تروما على حاجه مش قويه برضه. مفيش تبرير ليها اصلا كويس. كده سكت وبقى في حاله بسببها. في تبرير بس هم ما شرحوش التبرير ده بضمير اللي هو يلا هو اصلا عامل كده عشان كده يلا غوره. طب مش التمثيل بتاع البطل صراحه تمثيله ضعيف. زي تحفه توب بالنسبه لي. دي بطوله مشتركه مش هو بس اللي بطل. فعشان كده المسلسل جامد. في مسلسل شبهه وعجبني اكتر منه وان هاي سكول هيروز. كان ايه بقى عشان البطلين دول كلموا بياخدوا بجد وفي تروما فعلا. في فلاش باك نهايته تحسي ان جزء تاني ومش مفهومه سيكا. بصراحه بالنسبه لي احلى من ويك هيرو. وانا بالنسبه لي في عنده تروما واضحه بيرجعنا الفلاش باك والتروما بتاعته مع انها اقوى بس الولد مش ساكت وقامت زي بتاع ويك هيرو. تقولوا انتوا اتفرجتوا عليه قبل ويك هيرو؟ لا احنا اتفرجنا على ويك هيرو بعد كده اتفرجنا عليه يمكن شفنا الفرق. اللي يستاهل الضجه التاني مش ويك. بعد كده عندنا سيدة خارج الحلبه. سيدة خارج الحلبه يا جدعان هي قالت لي مش هيعجبك او اي فرق عليه لوحدها. قلت لي مش هيعجبك. قلت لها ايه بسبب لما اتفرجت عليه لبيتها. لسه مخلصاه يا جدعان. جامد مفيش دقيقه مش هتبقوا مركزين معاه. حرفيا مش ممل بجنيه. ده من التوب 3 بالنسبه لي. معلش يا جماعه الحته اللي فاتت كلها اتمسحت فاحنا بنصور تاني نلقوا اصلا كل حاجه. فبنعيد بقى بسرعه. سيدة خارج الحلبه توب انا تحكم بيه صراحه. اه رجع عندنا بقى الخارج. البقى الخارج يا جدعان من المسلسلات بالنسبه لي كجزء اول ما ضخ هدوم بيترخ بدأوا يهبلوا في الجزئين اللي بعده. وفاكره ان انا خالص الجزء الاولاني هخش على الجزء الثاني والثالث هيبقى اجمل. وطبيعي ان انت بتعلي بالريتم لما بتعمل جزء تاني. هم بقى اللي هو ايه تعليتي قوي بالريتم في الجزء الاولاني مفيش اي حرفيا بقى. هم اصلا افوروا انيميشن وافوروا حاجات غريبه كده فما بقتش احسن حاجه. بس الجزء الاولاني من احلى المسلسلات اللي مكفره على في حياتي. اخر حاجه عندنا كفر هاي سكول. انا بالنسبه لي وكل حاجه بس ما عجبنيش قوي ما شدنيش قوي. ايام ما هتهزقني من الكاميرا هنعمل ايه. ان هو بالنسبه لي التوب ان هو جامع بين كل حاجه اكشن والحب والكوميدي والرعب وكل حاجه حقيقة. بس انا بالنسبه لي كده عجبني. ريتمه مش هادي خالص. ريتمه مش هادي. طب يا جدعان تحت يا جدعان في الكومنتات اللي شافه يحكم ما بين المناطق. الريتمه هادي بجد. انا بالنسبه لي مفيش ثانيه ملل. ابني كل حاجه بس انا بحس يعني بالنسبه للخمسه دول ده اقل واحد فيهم. بالنسبه لي اول واحد بنخش على الرعب. انتوا منتظرين الفقره دي. اول الفكره المحببه الى قلبنا اللي جمع نتفرج على ايه كلمه واحده رعب. اللي بتحبش الرعب ايه يا جماعه؟ ليه يا جماعه؟ ليه؟ لما اكتشفنا الرعب الكوري نسينا الرعب الامريكي يعني ايه والسوداني افريقي. اقول لك ليه؟ عشان الرعب الكوري هو مش رعب اللي هو فريدوني وحد ملبوس الشغل ده. لا هم بيعملوا العاب. طبعا عندهم لعبه. يلا خدوا لعبه رعب. اقول لكم ان سكويد جيم هو مجرد نبذه عن الرعب الكوري. مش مشهوره نص شهرة سكويد جيم اجمد منه. ابتدي الليسته. نايت هاز كام يا جدعان. احنا كنا قاعدين في العيد
بالنسبه لنا هي جماعه حرام، بس احنا بالنسبه لنا من ساعه ما جدتنا ماتت يعني واحنا خلاص ما بقيناش نروح ولا نيجي ولا بننزل. في عيد صغير احنا قاعدين في البيت بنتفرج على مسلسلات. الحاجه الوحيده اللي بتطلعنا من الآبة اللي بيحصل لنا في العيد احنا مسلسلات كوري راح. يعني لما بنتفرج على مسلسل وحش جدعان احنا بنكتب اكتر. انا اصلا لقيت له عارفين اللي هي الفيديو كده مربع ومكتوب عليه كلام من فوق، لقيته اللي هو ايه ده رعب. فاكره اصلا ايه اللي حصل ساعتها؟ توريني وتقولي ايه رايك في المسلسل ده؟ قلت لها بصي مفيش مسلسل قدام شكلنا هنتفرج عليه وشكله من الاعلان مش هيطلع حلو. ده بجد تعالى نتفرج على اول حلقه ونشوف. مش اعلانات كلكم عليه، ده اللي مكتوب اللي هو بيبقى فيه شريطه بيضه فوق مكتوب عليها كلام وهو ده، والكواليتي وحشه ونيله وحته اصلا مالهاش اي 30 لازمه، هي حته مبينه ان هي رعب. خدوا رعب على عكس اللي احنا اتفرجنا عليه. احنا انبهرنا. بس بصراحه المسلسل في القعده ده لوحدها كفايه. احنا عمرنا ما خلص مسلسل في القعده، عمرها ما حصلت. جبت الايه قلت لها ده احلى عيد عدى عليا عشان المسلسل ده بجد طلعنا من المود ده. عندي مشكله النهايه ارخم حاجه ممكن تحصل. ننام مستريح ده لما يحصل حاجه حلوه كده بينام مستريح احنا بقى اساسي كلي ده. الحمد لله فرجت خلصت مسلسل انا مرضيه. اكتر مسلسل مش اخد حقه واكتر مسلسل انا برشحه بقوه. بتحب الرعب دوس في ده، هو ده بتاعك. انا مش هحرق، خش شوف ادخل شوف. في اس ارتد وقت ما اتفرجنا عليه ما كانش اخد ضجه برضه، هو اخد ضجه الايام دي عشان الجزء الثاني اللي بيتعمل بصراحه جامد عشان نختلف. كمان المسلسلات الزومبي يا ولاد، الزومبي بالذات الزومبي الكوري كتير، بس كل مسلسل زومبي يختلف عن المسلسل اللي قبل. بيعملوها ازاي؟ اقسم بالنسبه لنا فاس ابديت من احلى مسلسلات الزومبي. ولو هنقول الجزء الثاني بقوه. الترند بعده بيوتي افتر سكول انا مش فاكراه. ايه منار بتاع اي منار يا جدعان، اقسم بالله عماله اشرح لها فكرها بيه تفتكر حاجه من المسلسل بتروح قايلها لي تقول فاكره لا وتتصدم تقول لي فاكره المسلسل اللي هو كان فيه مش عارفه يعني. لا ما هو اسمه ايه عشان اكتبه واحنا كاتبين سكول جامد. احنا الاول قلنا ايه لا وكل عمل النهايه صادمه الناس وما تسرشوش عليه عشان هتعرفوا النهايه. احنا عرفنا النهايه قبل ما نتفرج عليه عشان كده اتضايقنا. لكن انتوا لو ما عملتوش النهايه واتصدمتوا صدمه السنين. تقولوا ممل. انا ساعتها احنا شغلناها قلنا لا كناش فاهمين مستحيل نكمله. كائنات فضائيه ومش عارفه ايه، واصلا ما كانوش باينين في الاول في كائنات فضائيه كائنات فضائيه وحاجات في الجو. ده الموضوع تحول تيأسوش. المسلسل ده جامد. اللي بعده سكويد جيم. سكويد عادي عند التعريف مش محتاجه اقول حاجه. 3 اجزاء احلى من بجد. هيعملوا منها نسخه مارفل انا مش هتفرج عليها ولا انا مش هتفرج. وايت واتش. سكويد جيم مش كوري. ممكن اديله وايت فرصه الصراحه، ممكن اديله نو. فرصه نو يعني عشان فكره. انا هديله فرصه عشان فكره. نو يعني بعده يا بنات بالنسبه من مسلسلات الرعب الزومبي برضه الزومبي. اقل حاجه رعب زومبي انا اتفرجت عليه. لا مش اقل حاجه، في فيلم اقل منه، في فيلم لعين. بالنسبه لي هابنس حلو الصراحه. في ناس عشقاه معرفش ليه الصراحه، يعني هم لو اتفرجوا تقريبا على اول في اس ارض او حاجات تانية او هبل لذيذ حلو عادي في العادي منه. ليفل الرعب بتاعه مش عالي، الرعب بتاعه مش كتير. بعد كده عندنا يوتوبيا. يوتوبيا يا جدعان ده بتاع جيسون بتاع جيسون بتاع بريك بينج زومبي مضحك. الاثنين بيتدمجوا مع بعض. قلت لها مش هيطلع حلو بس بصراحه مدنا خض وفي نفس الوقت في ضحك. الموضوع جامد الصراحه، انا عاجبني قوي الصراحه. فكرته جامده. نيجي بقى للافلام. بوست ميشن ميشن اللي هو كان بيستحمى بيقول لها ما تقوليش لحد. النقطه دي اوريدي اتشهرت قوي زمان على الدنيا حرفيا وما لقيتش اسمه. اخر لقيته بطريقه ثانيه. الفيلم ده مش حب حلو بجد حلو وان هو بيوريكوا كذا قصه مرعبه. الفكره جامده. الفيلم كده في الاول بيبقى رتمه هادي بعد كده بيبدا بيعلى. اه احلى الافلام اللي اتفرجت عليها مؤخرا. بعد كده عندنا ترين تو بوسان. عندنا كده جزء اعتقد ان هو اكتر حاجه مشهوره للزومبي. هو اول حاجه بالنسبه لي في الافلام الزومبي او افلام الرعب ترين تو بوسان. الله بقى ده اللي الكلام عليه كتير. انا للسنين الملل عارفين كسرة العيد بتبقى عندنا احنا لازم رعب. احنا ما عندناش فكره ان احنا نتفرج حاجه ثانيه. لا هو في العيد يعني رعب. الرعب بيخلينا متحمسين يا جدعان. ما عنديش 5 من 10 لانه هو في الاخر يعني عملوا حاجه قصه حلوه كفكره حلوه بس هم مش ظابطينها، هم مخلينها ممله خلينا خارقه قوي يعني عن الطبيعي. الزومبي يقعد يبص عليه ويضحك. كان في حاجات هبله فيك كده قوي يعني مش فاهمه. انا مش فاهمه ما عجبنيش خالص بامانه. اخر حاجه معانا اكزيت بتاع الغاز السام. طبعا هنا اتفرجت عليه لوحدها تمام. بعد ما اتفرجت عليه لا يا جدعان انا اتفرجت على حته فيلم وتعمل كده. هلا انت اخرك فاضي. قلنا المره دي هنسمع ده عشان كنا برضو نفس الملل اللي احنا فاهمها في الاول. ملل السنه عمالين نتريق عليه ونقول لها ايه القرف اللي انت بجد ومره واحده الاقي بوم ترخي تخ طخ
كان حلو. واحداثه حلو. اه. واخر حاجه اقدر اقولها معاكم بقى، اخر حاجه بتاعت هانتر، اسمه كيب هانتر ولا كيبو هانتر؟ هانتر كنا، عشان لو انا بقول اسم غلط. ده احلى كرتون انا شفته في حياتي. الليسته الكبيره قوي دي ده التوب بالنسبه. بنهي بنهايه بسيطه سريعه لطيفه، علشان الموبايل كل شويه يفصل. وهي مشيت واقفه لي بالموبايل اهي. وجعاني. ما تنسوش تقولوا لنا ايه رايكم في الكومنتات، بس وتكتبوا لي كلكم كومنتات. ما حدش يشوف الفيديو من غير يكتب لي كومنت، عشان ده بيشجعني اوصل. وصلوني 1000 سبسكرايب عشان احنا قربنا جدا. باي باي. لا مسكي ايه؟ مسكي قفلت الزفت ده. يا نهار ابيض. بما يرضي الله ويا رب يا كيو تكون سامعني. انت سلسله بما يرضي الله. ابعته لك يو عندنا فيك يا كيو، يا اللي مش بنحسنا على فيديو. يا اخي اتقي ربك. انت هتعملوا اللي انا مش هعمل. انا مش هعمل غير ليا كل حاجه. هو احنا ليه اغبياء؟ هننام ولا ايه؟ هننام ولا ايه؟ احنا بعد هو ده بتاع بيون وسوق. يا حبيبتي بيون وسوق مين؟ ايه؟ 21 25 البطيخ المطلع.